كذا راح يعني يعيدون الحمام من جديد، لأنه أخذ وقت طويل الحين صحيح. عن البداية يعني. فأتوقع إنه المباراة الظاهر إنه راح تاخذ وقت أطول، وننتظر قرار الحكم إنه يشوف يسوي اختبار قبل ما يعني ينزل ويسوي اختبار للكورة، أساس إنه هل هي صالحة إنه استمرار الشوط الثاني، انطلاقة الشوط الثاني، أو إنه تأخير وقت أكثر وقت. فعلا بانتظار القرار، ولكن إلى حين ذلك الوقت نتحدث عن يعني السعودية الآن هي هيرفي رونار هو تحت المجهر دعني أقول من الجماهير من المتابعين الكرة السعودية. وتم أيضا هناك شائعة انتشرت طبعا غير صحيحة بأنه تم إقالة هيرفي رونار، وهذا يدل على الضغط الكبير على هيرفي رونار قبيل انطلاقة كأس العالم على ما حدث في كأس العالم. هل أنت مع بقاء هيرفي رونار على مهما حدث إلى أن ينهي كأس العالم مع المنتخب السعودي؟ في المرحلة هذه مهمة، يعني تغيير المدرب في المرحلة هذه تعتبر صعبة صراحة، لأنه تقريبا نستثني الشهر اللي قبل كأس العالم باقي 4 شهور ما في مدرب ممكن يعني يقدر يتأقلم مع اللاعبين ويقدر يعني يختار تشكيلة مناسبة في الفترة هذه، لأنه لو جاء كأس العالم وصار له أي ظرف ونتائج سيئة بيقول إنه أنا جيت جديد وما عندي خبرة وما عندي معلومات كثيرة عن اللاعبين. فالأفضل إنه بقاء رينارد. أنا أقول في حالة واحدة إنه إذا الاتحاد السعودي فكر مثلا يلغي عقد المدرب، إنه يعني استقطاب مدرب وطني بحكم إنه عارف الدوري ويعرف اللاعبين. أما مدرب أجنبي بيكون بيواجه صعوبة إنه يمسك المنتخب السعودي في هالفترة. هو لربما قيمة كأس العرب ليس فقط لقب